ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا بشرب نسكافيه زي ما انتم شايفين وباكل بسكوت. اتفضلوا معايا. و... وبناكل برضو كحك من العيد، والله لسه فاضل. اتفضلوا برضو. و بسكوت بالشوكولاتة، طعمه حلو. المهم يا شباب، كل سنة والصيف بيجي، وكل سنة بنقول لنفسنا السنة دي هتبقى مختلفة. بس للأسف بنلاقي نفسنا بعد شهور من الفراغ، الملل والنوم الكتير طبعا، ونقول الصيف راح وما عملناش فيه أي حاجة مفيدة. صح، هو ده اللي بيحصل. بس السنة دي لازم نبدأها صح، مش عشان الناس ولا عشان السوشيال ميديا، علشانك انت. أيوة، علشان نفسك اللي تعبت طول السنة وعايزة ترتاح بقى، بس برضو تطور من نفسها. لازم. الصيف ده ممكن يبقى فرصة وممكن يبقى ضياع، والفرق أو الفيصل الوحيد هو إنك هتبدأه إزاي. في الفيديو ده يا بطل هقولك على خطوات بسيطة، بس لو طبقتها الصيف بتاعك هيبقى من أحسن الفترات تقريبا اللي عدت عليك في حياتك. يلا بينا ندخل في موضوعنا النهاردة. اول حاجة معانا، حدد هدف واحد كبير للصيف ده. بص، اهم حاجة تبدأ بيها الصيف انك تسأل نفسك كده سؤال واحد، وهو انا عايز اطلع من الصيف ده بايه. ناس كتير بتدخل الصيف يا معلم من غير اي بلان، من غير اي خطة، وكل يوم بيعدي كأنه نسخة من اللي قبله، نوم بقى وخروج وسوشيال ميديا وخلاص. بس لو حطيت هدف واحد كبير في دماغك كده، الصيف كله هيمشي على اساسه. يعني مثلا تقول انا عايز اخس 10 كيلو، او ابني عضل، او اتعلم مونتاج، او اقرأ 10 كتب مثلا، او اشتغل واجيب اول فلوس في حياتي. المهم يكون عندك هدف واضح كده ومتحمس له وحقيقي، مش تقليد لحد تاني. ولما يكون عندك بقى الهدف الكبير ده ولما يكون عندك الهدف الكبير ده، تبدأ تبني حواليه اليوم بتاعك. تصحى الصبح وعارف هتعمل ايه كويس، حتى لو في حاجات تانية انت بتعملها بتفضل مركز انك بتمشي خطوة خطوة في اتجاه الهدف ده. الفكرة كلها مش انك تعمل حاجات كتير، لأ، الفكرة انك تعمل حاجة واحدة زي ما قلنا وبتركيز وتخلصها كويس. وده هيخليك اول مرة تحس ان الصيف ده كان ليه قيمة وانك استفدت فعلا. فاسأل نفسك كده دلوقتي، ايه هو الهدف اللي لو حققته في الصيف ده هبقى فخور بنفسي اخر الموسم. واكتبه وحطه قدامك وابدأ. تاني حاجة معانا، اعمل روتين يومي بسيط. بص، الروتين اليومي مش معناه انك تبقى عسكري بقى وما تطلعش بره الجدول، لا خالص. الفكرة كلها ان يبقى عندك نظام بسيط ينظم يومك، بدل ما تصحى كده كل يوم مش عارف هتعمل ايه وحاسس كده انك تايه وملخبط. يعني مثلا تبقى يعني مثلا تبدأ يومك بانك تصحى في ميعاد ثابت كل يوم. حتى لو متأخر شوية، المهم تصحى وتبدأ اليوم بإيدك، مش الموبايل هو اللي يصحيك. وبعدين بقى تحدد لنفسك وقت تشتغل فيه على هدفك الكبير اللي انت حاطه، حتى لو ساعة واحدة. يبقى في وقت تتعلم فيه حاجة جديدة، وقت تتحرك فيه او تتمرن فيه وتروح الجيم، حتى لو كانت تمارين بسيطة في البيت. ووقت بقى ترتاح فيه وتشحن طاقتك. السر في الروتين مش انك تلتزم 100%، لا، السر انك تبقى عارف اليوم هيمشي ازاي تقريبا، فما تحسش ان الوقت بيضيع منك هدر كده. الناس اللي عندها روتين حتى لو كان بسيط دايما بتحس ان عندها كنترول على يومها. حاجة كمان، خليك مرن كده. يعني لو اليوم كان ملخبط مش مشكلة، بكرة ترجع تاني. المهم ما تسيبش نفسك دايما فري كده بدون خطة واضحة، لان الفري ده هو اللي بيضيع وقتك صدقني وانت مش واخد بالك. فابدأ دلوقتي ورقة صغيرة كده واكتب فيها هصحى الساعة كام، هشتغل على نفسي امتى، وهرتاح امتى، وخلي ده روتينك البسيط اللي تمشي عليه طول الصيف. تالت حاجة معانا ودي مهمة،
ابعد شوية عن السوشيال ميديا. بص يا صديقي، السوشيال ميديا بقت شبه الادمان حرفيا. اول ما تصحى اول ما تصحى كده اول ما تصحى وتفتح عينك تفتحها، قبل ما تنام تفتحها، وكل شوية تدخل تشوف مين عمل لك لايك ومين نزل ايه. بس المشكلة مش في السوشيال ميديا نفسها، المشكلة انها بتسرق وقتك وتركيزك كمان من غير ما تحس. ايوه، يعني ممكن تفتح تيك توك تقول هشوف فيديو واحد، تلاقي نفسك بعد ساعة لسه بتتفرج. والكارثة الكبيرة ان الوقت اللي ضاع ده كان ممكن تتعلم فيه حاجة مفيدة او تحقق خطوة في هدفك، او حتى ترتاح فيه بشكل مفيد. غير كده السوشيال بتخليك دايما تحس انك متأخر. الناس بتسافر، بتنجح، بتتمرن، وانت قاعد حرفيا بتتفرج بس، وبتحس انك ولا حاجة. بس الحقيقة ده مش الواقع اللي احنا عارفينه. كل الناس بتعرض احسن ما عندها زي ما قلت لك قبل كده، مش الحقيقة الكاملة. فالحل ابعد شوية، مش لازم تقفلها خالص، بس قلل وقتك عليها. حط لنفسك وقت معين تدخل فيه عليها، وقت تركز فيه على نفسك. نزل ابلكيشن يقيد الوقت، او شيل التطبيقات من الصفحة الرئيسية علشان ما تمدش ايدك تلقائي عليها. وجرب كده تبعد عنها ساعتين بس في اليوم. انا واحد من الناس على قد ما بقدر بحاول ابعد عن السوشيال ميديا كده ساعة في اليوم قبل ما انام. وشوف قد ايه دماغك هترتاح، وتركيزك كمان هيزيد وهيعلى، وهتحس ان عندك وقت تعيش فيه فعلا. السوشيال صدقني المفروض تبقى وسيلة، مش تتحول هي الحياة. هي حياتنا كلها دلوقتي حرفيا. فلو عايز صيفك يبقى مختلف، فلازم تبعد عنها شوية، وتدي لنفسك مساحة تفكر وتنجز. رابع حاجة معانا، جرب حاجة جديدة أول مرة تعملها. الصيف وقت فاضي، وده احسن وقت انك تكسر الروتين اللي متعود عليه، وتجرب حاجة جديدة عمرك ما عملتها قبل كده. ليه؟ لان كل مرة بتجرب فيها حاجة لأول مرة تعملها، دماغك كده دماغك بتتنشط. حماسك بيرجع تاني، وبتبدأ تشوف نفسك من زاوية جديدة. يعني مثلا فور اكزامبل، جرب تتعلم تعزف على آلة موسيقية، او تطبخ أكلة مثلا من اليوتيوب، او تروح مكان أول مرة تروحه، او تبدأ كورس في مجال انت مالكش فيه خالص. مش لازم تكون محترف، الفكرة كلها انك تجرب وتشوف هيحصل ايه. تجربة جديدة ممكن تفتح لك صدقني باب لموهبة او شغف عمرك ما كنت تعرف انه جواك، وممكن كمان يخرجك من المود الوحش اللي انت فيه. وفي نفس الوقت بقى انت بتكسر الملل، وبتخلق ذكريات مختلفة عن كل صيف فات. حتى لو عملت الحاجة وطلعت مش قد كده، مش مهم، انت في الاخر كسبت تجربة جديدة، وده في حد ذاته صدقني انجاز ليك. وعلى فكرة الناس اللي بتجرب كتير هم من اكتر الناس اللي عندهم قصص يحكوها، وشخصيتهم كمان بتكبر وتختلف. فاسأل نفسك دلوقتي ايه الحاجة اللي طول عمري كنت حابب اجربها، واختار واحدة وجربها الاسبوع ده. الصيف ده مش عايزينه يا بطل او يا ابطال، الصيف ده مش عايزينه يعدي وانت بتعمل نفس اللي بتعمله كل سنة. لازم يبقى فيه جديد. خامس حاجة بقى، اشتغل حتى لو تطوع. الصيف مش بس وقت راحة، ده كمان وقت تشتغل فيه على نفسك وتكتسب خبرة. وواحدة من أقوى الطرق إنك تشتغل حتى لو من غير فلوس، يعني تطوع. بمعنى ليه؟ لأن الشغل بيعلمك حاجات عمرك ما هتاخدها من كورس أو كتاب، زي إنك الالتزام، التعامل مع الناس، المسؤولية، وحل كمان المشاكل البروبلمز. والتطوع بيديك الفرصة دي، سواء بقى في مكان خيري، مكتبة، مركز تدريب، أو حتى أونلاين مع فريق بيشتغل على مشروع. ناس كتير بتستنى لحد ما يجيلهم شغل بمرتب، بس بقى بس انا هقولك حاجة، الشركات بتحب الشخص اللي عنده خبرة حتى لو بسيطة، والتطوع هو اللي بيبني الخبرة دي وبيزود كمان ثقتك في نفسك. كمان هتقابل ناس جديدة وتبني علاقات ممكن تفيدك قدام. ومين عارف، يمكن تشتغل شغلانة بعدها بسبب حد عرفك هناك. يعني بدل بقى ما تضيع وقتك في الفراغ ده كله، استثمره في حاجة هتفيدك حتى لو مفيش مقابل
دلوقتي المقابل الحقيقي دلوقتي هو الخبرة والثقة والإحساس إنك بتعمل حاجة ليها قيمة فعلا. فدور من دلوقتي على فرصة بقى، على فرصة تطوع قريبة منك أو أونلاين مش مشكلة، وجرب وهتشوف قد إيه ده هيغير فيك كتير الصيف ده. نقطة رقم 6، اهتم بجسمك وأكلك. لو في وقت مناسب تبدأ تهتم فيه بجسمك وأكلك فهو الصيف. أيوة، ليه يا بطل؟ لأن معاك وقت ومفيش بقى ضغط ولا مذاكرة ولا امتحانات، وعندك فرصة تغير عاداتك واحدة واحدة كده. أول حاجة جسمك. جسمك ده مش حاجة ثانوية، ده الأساس اللي عليه كل حاجة حرفيا. لو جسمك كان تعبان مش هتعرف بقى تذاكر ولا تشتغل ولا حتى تبقى كده مبسوط. بس اول ما تبدأ تتحرك وتاكل صح طاقتك هتزيد ومودك هيبقى احسن ان شاء الله، وهتحس انك عايش بجد. ابدأ برياضة بسيطة، مش لازم جيم، حتى لو تمارين بسيطة في البيت. مش مشي مثلا نص ساعة، نط حبل أو تمرين ضغط وسكوات. المهم إن جسمك يتحرك كل يوم كده مهما كانت المدة بسيطة. وبالنسبة بقى للأكل يا سيدي، حاول تقلل الجانك فود والفاست فود وكل الكلام العك ده. مش بقولك تبقى مثالي خالص، بس بدل ما تفطر بقى شيبسي وبيبسي، جرب تفطر بيض او زبادي او فول. كل حاجة بسيطة كده بس هتفرق جدا على المدى الطويل معاك. وخلي دايما معاك ازازة مية كده، زي ما انا جنبي ازازة مية، سواء بقى بذاكر رايح الجيم نازل حتى اتمشى. خلي دايما معاك ازازة مية واشرب منها كويس جدا، لان اغلب الناس بتكون تعبانة بقى ومش عارفة ان السبب انهم مش بيشربوا مية كفاية. لو بدأت بقى تهتم بجسمك في الصيف هتدخل السنة الجديدة بشخصية أقوى، صحة أحسن وثقة أكبر. فابدأ من النهاردة خطوة صغيرة كل يوم وهتشوف الفرق في خلال أسبوعين بس. سابع حاجة، قضي وقت مع الناس اللي بتحبهم. الصيف مش بس بقى شغل وتطوير، مهم كمان انك تقضي وقت حلو مع الناس اللي بتحبهم. طبعا الناس اللي بيريحوك نفسيا كده، اللي بتضحك معاهم من قلبك، اللي وجودهم بيطمنك، دول بيساعدوك انك تكمل صدقني وتستحمل ضغوط الحياة كلها. الوقت اللي بتقضيه مع صحابك الحقيقيين او اهلك او حتى شخص واحد بس قريب ليك، ده وقت بيشحن طاقتك كده. الضحكة اللي بتضحكها معاهم ممكن تنسيك هموم، والكلمة الحلوة منهم ممكن ترفعك لفوق وفوق جدا كمان. بس خد بالك مش اي ناس، اقعد مع اللي بيحبوك بجد مش اللي بيستهلكوك نفسيا كده او بيحسسوك انك قليل. في ناس وجودهم حرفيا بيطفيك، وفي ناس وجودهم بينورك كده. ركز على التانيين، ايوه اللي بينوروك مش اللي بيطفوك. ركز، اعمل خروجه بسيطه، اقعدوا اتكلموا مع بعض، افتكروا الذكريات بتاعتكم الحلوه، او حتى اقعدوا ساكتين كده بس مرتاحين. المهم تحس انك مش لوحدك وانك حواليك ناس بتحبك من غير شروط. الصفه دي قصدي معلش شباب، الصيف ده فرصه تقرب من الناس اللي بتهمك اكتر. فابعت رساله كده، مسج، كلم حد، نظم خروجه، وقول لنفسك مش لازم اعيش الحياة لوحدي. تامن واخر حاجة معانا، سجل انجازاتك. في حاجة بسيطة بس ممكن تغير نظرتك لنفسك 180 درجة. هتقولي ايه هي يا ترى؟ تعال اقولك. وهي انك تسجل كل انجاز بتحققه، ايوه حتى لو كان صغير. ليه؟ لان اوقات كتير بنشتغل على نفسنا ونتعب وننجز وبعدين ننسى ونرجع نقول انا ما عملتش حاجة. بس اول ما تبدأ تكتب كده فجأة هتكتشف انك كنت بتتحرك وبتتقدم حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثال فور اكزامبل، خلصت كتاب اكتبه، اتمرنت 10 ايام ورا بعض اكتبه، اتعلمت حاجة جديدة اكتبه، كل حاجة عملتها تحسبها حتى لو كانت بسيطة. الانجاز مش لازم يبقى ضخم بقى وكبير جدا، لا، المهم انه بيقربك كده من النسخة اللي نفسك تبقى عليها.
خد كده كشكول صغير او نوت على الموبايل، افتح النوتس على الموبايل، وكل يوم قبل ما تنام كده اكتب جملة او اتنين عن حاجة عملتها لنفسك. ومع الوقت هتلاقي عندك ملف كده، ملف وورد او بي دي اف، حرفيا ملف فيه مليان بقى نجاحات صغيرة أو حتى كبيرة. ولما تيجي لحظة إحباط كده أو تشك في نفسك، تفتحه بقى وتشوف إنك فعلا كنت ماشي في الطريق الصح. العادة دي صدقني بتقوي ثقتك في نفسك وتخليك متحمس إنك تكمل. فابدأ من النهاردة واكتب أول إنجاز حتى لو كان بسيط، لأن التراكم هو اللي بيصنع الفرق. وفي النهاية يا بطل، الصيف مش شهرين تلاتة بيعدوا خلاص. الصيف هو فرصة، وفرصة تبني فيها نسخة أقوى من نفسك وتخرج بيها من السنة دي وانت مختلف تماما، وواقف على رجلك وعارف انت رايح فين. لو ركزت في الكام نقطة اللي قلناهم دول حتى لو بنسبة 50% بس، صدقني الصيف ده هيفرق معاك جدا في حياتك كلها. هدف واحد، روتين بسيط، تبعد عن السوشيال ميديا شوية وتجرب حاجة جديدة، تشتغل، تهتم بقى بجسمك، تقضي وقت مع الناس اللي بتحبهم، وتكتب انجازاتك زي ما قلنا. التمن حاجات دول ممكن يخلوا الصيف ده يبقى نقطة تحول حقيقية في حياتك. بس اهم حاجة ابدأ وما تستناش انك تكون متحمس ولا تستنى الظروف تبقى مثالية. التغيير بيبدأ من خطوة بسيطة وانت معاك كل اللي انت محتاجه خلاص، وقت ونية وتركيز. ابدأ حتى لو بالراحة ببطء على مهلك خالص. لا، لان اهم من السرعة هو انك تمشي في الاتجاه الصح. وابعد بقى عن فكرة انك لازم تكون كامل. لا، انت مش محتاج تكون احسن من امبارح. واهم حاجة، ما تحرقش ما تحرقش من اي مجهود انت بتعمله حتى لو بسيط، لان التراكم ده هو اللي بيخلينا ننجح في الاخر. لو حسيت بقى انك استفدت من الفيديو، اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة لو ما اشتركتش واول مرة بتشوفني، وتفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا على القناة أول بأول. وفي النهاية لو وصلت معايا لحد هنا، فخليني أقولك الجملة اللي دايما يعني في جملة كده ممكن جديدة نختم بيها. اللي قاعد معانا لحد آخر الفيديو، أنت مش شخص عادي، أنت حد عايز يتغير بجد، وده بحد ذاته بداية تستاهل التقدير. وخلي صيفك يا بطل بداية مش هدنة. وزي ما بنقول كل مرة، انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو احب اقولك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.